الحلبسة او حمص الشام احلى حاجة تتعمل في البرد اللي احنا فيه ده. اسهل وابسط واطعم حمص شام هتاكلوه، حاجة صحية وكمان بتدفي جدا في الشتاء. بعد النهاردة هتعمليه على طول في البيت، مش محتاجة كل ما تحبوا ان انتوا تاكلوا في حمص الشام تنزلوا تاكلوه من بره. تعالوا شوفوا هنعمله ازاي بأبسط طريقة. يلا اعملوا لايك عشان اللايك بتاعكم بيفرق معانا وبيشجعنا ان احنا نكمل، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. ده نص كيلو حمص بتنقعيه يا اما من الصبح بالليل يا اما من بالليل للصبح، او مثلا تضيفي عليه ميه مغليه وتسيبيه ساعتين 3 كده لحد ما الميه تبرد وخلاص هتلاقيه ينفش معاكي زي ما انت شايفه كده وحجمه بيتضاعف. بصفيه وبتحطيه في الحله وبعدين بضيف عليه 3 حبات طماطم وجزرايه وبصلايه وفلفلايه حامي، ممكن تبدليها بفلفل رومي، وتنزلي عليه بميه مغليه عشان خاطر يغلي معاكي بسرعه، ومعلقه توم مفرومه وبترفعيه على النار. اول ما بيغلي بتحطي معلقه سكر كبيره، دي بتساعد على انه يستوي معاكي بسرعه. اول ما يقرب يستوي يعني خلاص دخل في السوا، بناخد بقى الخضار ده، الخضار اللي احنا حاطينه معاه كله، وبجيب الخلاط وبحطه في الخلاط وبحط عليه معلقه توم مفرومه تاني، وبضربه ضربه كويسه يعني لحد ما ينعم معاكي زي ما انت شايفه كده، وبترجعي تضيفيه على الحمص تاني. والخطوه دي احسن ما تضربي الخضار وهو مش مستوي، هياخد معاكي وقت على ما يتسبك مع الحمص، لكن كده غلوتين 3 وبيتسبك معاكي. ودي كل التوابل اللي هنحطها، وبنحط معاها معلقه سكر عشان حموضه الطماطم، وبنقلب كل التوابل، وبعدين بنضيف عصير ليمونه عليه، وبعدين بنسيبه بقى يغلي لحد ما الحمص يستوي تماما معاكي. وبعدين باجي بقى بجيب من ميه الحمص اهو، بعمل الشطه والدقه. باجي هنا بضيف معلقه شطه كده على الميه وخلاص كده، والميه تكون بتغلي عشان الشطه ايه ما تعومش معاكي على الوش. باجي بقى الدقه بحط عصير ليمونتين ومعلقه خل كبيره ومعلقه توم صغيره، وكده ايه جهزنا الدقه. والميه دي طبعا بتكون بتغلي، انت واخداها من الحمص بتغلي، عشان كده الحاجه بتجهز على طول معاكي. الشطه والدقه بيبقوا جاهزين على طول في ساعتها. بس كده شايفين شكلهم كده، الحمص هيكون جهز يكون استوى اهو. شايفين شكله تحفه جدا، شايفين الميه بتاعته، شايفين لون الميه عامل ازاي. وهوريكم السوا بتاعه بيكون بقى زبده معاكي. شايفين؟ هوريكم واحده تاني عشان تشوفوا السوا بالظبط اهو. شايفين؟ تحفه بجد. تجيبي بقى كوبايات وتملي لهم الكوبايات وتديهم، عايشيهم بقى في جو الكورنيش. فعلا حاجة صحية وحاجة بتدفي قوي في البرد، وكمان ما كلفتناش كتير. شوف الكوباية اللي زي دي مثلا تجيبيها من بره بكام؟ يعني كل اللي اتكلفناه نص كيلو الحمص اللي احنا اشتريناه، وباقي الحاجات كلها من البيت. وكمان ما بتعمليش مجهود فيه وما بياخدش وقت معاكي. كل الحاجات يعني بتنقعي الحمص وبتحطي الحاجات معاه وبتسيبيه يغلي على النار، وبعدين بتعملي الخضار وتحطيه عليه وخلاص على كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه، بالهنا والشفا لكل اللي يجرب.